خرج نبي الله موسى يوما إلى جبل الطور، وبينما هو في طريقه إذ أوقفه رجل وقال: يا موسى إلى أين يا نبي الله؟ فقال: إلى المناجاة. فقال الرجل: يا نبي الله، لي عندك حاجة. قال: ما هي؟ قال: أن يكرمني ربي بقدر حبة من محبته. فلما وقف موسى عليه السلام للمناجاة نسى الرسالة من حلاوة المناجاة، فناداه ربه: يا موسى، نسيت حاجة عبدي. فقال: يا رب، أنت أعلم بما قال. قال: نعم، ولكن الرسالة حقها أن تؤدى يا موسى، ومن لم يؤد الرسالة فقد خان، وأنا لا أحب الخائنين. يا موسى، قد وهبت له جميع ما أراد. فرجع موسى عليه السلام فلم يجد الرجل في مكانه، فقال: إلهي وسيدي، أين ذهب الرجل صاحب الرسالة؟ قال: هرب منك يا موسى. قال: لم يا رب؟ قال: يا موسى، من أحبنا لا يلتفت إلى غيرنا. يا موسى، إذا أردت أن تراه فادخل هذا الجب. فدخل فنظر فإذا بأسد يأكل الرجل، فقال: إلهي، ما هذا؟ قال: هذا صنيعي بأحبابي في دار الفناء، ولكن انظر إلى دار البقاء، فإذا بقبة من ياقوتة حمراء مثل الدنيا 3 مرات. قال: يا موسى، هذه له وأنا له. نعم يا موسى، لا يعرض لك أمران، أحدهما لي والآخر لك، إلا فضلت الذي لي على نفسك. واعلم يا أخي، على قدر خوفك من الله يهابك الخلق، وعلى قدر حبك لله يحبك الخلق، وعلى قدر شغلك بالله يشتغل الخلق بأمرك، وعلى قدر إخلاصك لله تكن منزلتك ودرجتك في الجنة.